بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فله الحمد ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما لا شك فيه أن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأشرفها، وذلك لكونه يتعلق بفهم نصوص الكتاب والسنة اللذين بهما مدار الفقه في الدين وإقامة شرع الله في العالمين. وقد كثرت المصنفات وتعددت في هذا العلم الجليل، وتنوعت ما بين تأليف وتحقيق وشرح وتعليق، وقام الباحثون بإثراء هذا الفن من خلال الرسائل الجامعية والبحوث العلمية. وقد يسر الله تعالى لي الالتحاق بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها لإكمال دراستي العليا لمرحلة الماجستير في قسم أصول الفقه، وبعد أن أمعنت النظر لاختيار موضوع يتعلق بهذا الفن وتقديمه إلى القسم، وقع الاختيار على دلالات الألفاظ، وذلك من خلال باب منها وهو ما يتعلق بالمطلق والمقيد، نظرا لكثرة وروده في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وقمت بدراسة تطبيقية على الأحاديث النبوية من خلال مسائل المطلق والمقيد، واخترت من كتب شروح الحديث سبل السلام شرح بلوغ المرام لمؤلفه محمد بن الأمير الصنعاني، لكونه يدرس في المرحلة الجامعية ويحتاج من يفرد مسائل المطلق والمقيد منه لينتفع به طلاب العلم. وقد اخترت العنوان التالي: المطلق والمقيد دراسة تطبيقية على كتاب سبل السلام الصنعاني. تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال ما يلي: أولا، أن المطلق والمقيد من أهم مباحث دلالات الألفاظ. ثانيا، أن المطلق والمقيد لهما صلة وثيقة بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، فلهما الأثر البالغ في فهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا يجمع بين أدلة الشرع المطهر وينفي التعارض بينها. ثالثا، أن المطلق والمقيد سبب من أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام. رابعا، الجانب التطبيقي سيكون في سبل السلام للإمام الصنعاني، وهذا الكتاب يعتبر من أهم شروح أحاديث أدلة الأحكام،